المزقلط وصل يا جماعة. المزقلط وهو فعلا اسمه المزقلط. اهلا بيكم فيديو جديد في عالم ياسمين. يلا كلنا نعمل لايك واشتراك عشان يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله. وخلينا بقى نخش في موضوع المزقلط. السمك ده يا جماعة انا جبته قبل كده مرة، سمعت على جروبات الفيسبوك يعني الناس بيعملوا ريفيوهات. اي نعم هي مقاطعة للسمك وكل حاجة، بس هو شهر الشبار، نوع الشبار المبطرخ الاخضر المزقلط او الخنيني هو هما بيسموه كده في بورسعيد. هو بيطلع شهر واحد في السنة. السمك الشبار الصغنن خالص ده اللي هي سمكية بتبقى قد عقلة الصباع، بيبطرخ شهر واحد بس في السنة. بصوا البطاريخ يا جماعة عاملة ازاي، بصوا الترميلة بتاعتها، انا مش قادرة اوصف لكم جمالها، فظيعة. البطارخ عاملة زي انتوا عارفين نفس بطروخ بس مش نفس الطعم، نفس بطروخ الرنجة كده. او زي الكافيار، الحبوب بتاعة الكافيار اللي بتقرش دي، بس دي بقى كريمي يعني. البطارخ بتاعة المزقلط ده كريمية جدا، حلوة قوي قوي قوي، طعمها بقى مزاج مزاج مزاج. بصوا بقى، انا للاسف السمك عشان يجيني من بورسعيد، فانا كنت بعمل محاولات ان انا اجيبه ني في الايس بوكس، بس ما نفعش للاسف لان هو ملهوش روح. فهو وصل لي كده. طبعا انا بشكر 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 من كل قلبي، اولا اختي حبيبتي اللي مش حرماني من حاجه، ثانيا حبايبها اللي وصلوا لنا السمك لحد هنا، بجد والله تسلم ايديكوا الف شكر. خلونا بقى يا جماعة ندخل على موضوع السمك. بصوا هو جاني مشوي جاهز، انا عملت له خلطة. الخلطة دي معروفة، مية مغلية وحطيت فيها توم وفلفل وملح وكمون وكزبرة ناشفة. المية اول ما غليت رحت حاطة فيها السمك، والسمك ده اصلا اوريدي جاي مشوي مشوي كده مقفول، لان انتوا شايفين السمكية حجمها صغنن قوي قوي قوي. بس طبعا ما يغركش الصغير ده يعني حاجة طعمه خيال بجد والله. المهم، فانا بحطه زي السمك المشوي العادي في المدن الساحلية بيشووه ببطنه، تمام. بس ده احنا اصلا مش هنقول بطنه ومش بطنه، لان هو ما فيهوش المصارين والحاجات اللي هي بتاعت ال- اللي هي الاسماك التانية يعني. هي هنا مش ما فيهاش اي نقاش يعني، احنا نعمله كده. فهو خلونا نقول ان هو جاني كده مشوي جاهز، فانا حطيته. هي المية المغلية اللي انا بقول لكم بقى مية مغلية عادية، حطيت فيها خلطة الثوم بتاعتي والفلفل وكزبرة ناشفة وملح وكمون وشوية شطة، حطيتها في المية. وبعد كده زي ما انتوا شفتوا انا حطيت السمك فيها يا دوبك مع الليمون طبعا. يا دوبك السمك زي ما انتوا شايفين كده خد ودة مع بعضه وشرب من الخلطة الحلوة دي، عشان برضو القشرة تبقى سهلة وانا بقشرها. تمام. بصوا بقى حرفيا السمك ده هو بيتقشر لوز 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 يا جماعة، حلو قوي. مش قادرة اقول لكم عامل ضجة ازاي والترند بطريقة يعني مش ممكن. مش قادرة اقول لكم، الناس انا اصلا من الناس اللي كل ما اشوف صورة لبطارخ المزقلط انا بتجنن، لان انا دقت البطروخ اصلا بتاع السمك ده قبل كده. بصوا البطروخ بيبقى عامل زي بالظبط، عارفين اللب الابيض، قد فص حباية اللب الابيض بالظبط، بس جبار. شايفين السمكية صغنططة خالص خالص خالص. فبس خدوا بالكم مش كل الشبار بيبقى مبطرخ، احنا بنعرف السمكية. انا هوريكم دلوقتي السمكية بتبقى بطنها كده يا جماعة عاملة زي ما يكون ايه في بطنها بيبي كده اهي. بصوا دي فيها بطروخ اهي، البطروخ باين جدا، وهو اصلا ده وقته على فكرة. بس وارد جدا ان احنا لما نجيب السمك مش هيبقى كله مبطرخ. المهم بقى يا جماعة، فانا خدت التجربة لتاني مرة وجبت السمك ده، ان انا ادمنته. انا عايزة اقول لكم انا اول مرة جبت كيلو ونص ضربته لوحدي، مش قادرة اقول لكم انا نمت فيها 3 ايام لان فعلا هو حلو قوي. بصوا المعلقه بتاعتي انا حاطه فيها حوالي 4 أو 5 اهو. بصوا بقى دي بطنها عامله سوري يا جماعه زي الواحده كده الحامل بطنها بتبقى كبيره كده، فديت البطروخ. او عايزه اقول لكم برضو بمعنى تاني، السمكية دي اصلا من صغرها هي بتبقى عبارة عن بطروخ، وهي حلاوتها في فصين البطروخ اللي هما بيبقوا عاملين زي اللب الابيض.
طبعا انا برضو شلتها من هنا من المية، بس برضو هقول لكم بقى على طقوس اكل البورسعيدية، لان هو اصلا بيتجاب من بورسعيد. طقوس اكل البورسعيدية للمزقلط. هما بياكلوه ازاي؟ او الخنيني او الشبار الاخضر او البليمي تقريبا، مش عارفه، يا رب اكون نطقته صح. المهم الفيديو ده المنتظر، انا عايزه اقول لكم انا يعني مستنيه بفروغ صبر، او بستنى الشهر بتاع الشبار دوت عشان خاطر استمتع بجد بالبطارخ بتاعته. الفكره مش في اللحم، لان هو زي ما انتم شايفين صغيره، يعني مش بيبقى فيها لحم بمعنى لحم زي البولتي كده. عايزه اقول لكم هو واخد شكل البولتي، بس على نونو كده بيبي يا جماعه، بس هو مش طعم يعني الفص بتاعه لا، حلو ومختلف. بصوا بقى، انا هنا هوريكم بقى بتتقشر ازاي بالراحه كده، لان هي ما فيهاش لحم بمعنى لحم، يعني حتى الشوك اللي فيها بيبقى صغير قوي، فبيتاخد معاه حتتين لحم كده، مش يعني. انا هوريكم الطريقه. انا هنا بقشر السمكية عادي خالص، هاخد بصوا بقى انا بفتح عشان ايه. بصوا يعني حرفيا بجد قد فصين، يعني حبة اللوزة اكبر منها، يعني بصوا زي اللب الابيض كده بالظبط. الفصين بتوع البطروخ بيبقوا ايه، وبصوا لونهم بقى يا جماعة بيبقوا فضي كده. لا لا لا، مش ممكن. لا بجد ممتع قوي 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 في اكله، حلو قوي قوي قوي. فص اللحمه كمان بتاعته بيبقى ناشف كده، للناس اللي بتحب فص اللحم الناشف، مش بيبقى طري. وطبعا بيبقى طعم. عايزه اقول لكم بقى ده عايز دماغ. بصوا بقى الطبق اللي انا عملته ده، عايزه اقول لكم قعدت افصص فيه ساعه، بس ايه، بصوا بقى ده اللي باقي من الكميه اللي انا عملتها، فقلت برضو انا هوريها لكم علشان تبقوا شايفين برضو السمكية بتتفصص ازاي. هي اصلا لما بتتحط في المية المغلية بالخلطة اللي احنا حطيناها، بصوا بقى دي يا جماعة البطن اللي انا بقول لكم عليها دي بقى، بصوا على قد ما هي صغيرة قوي بس فيها بطروخ باين قوي. اما تيجوا تجسوها كده من عند البطن بتبقى كبيرة اكبر من مساحة الظهر، وبتبقى ناشفة، البطروخ بيبقى باين فيها. فانا هنا قشرتها بقى، لان طبيعي تتقشر بكل سهولة بعد المية المغلية اللي انا حطيتها فيها. وهطلع بقى الفص اللي هو البطروخ بتاعها. عايزه اقول لكم انا اصلا بشتريه عشان البطروخ ده طعم قوي 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 بجد، طعمه مختلف جدا. طعمه كريمي كده، حلو قوي قوي قوي. مع طقوس البورسعيديه في اكل المزقلط. بياكلوه مع رز بالشعريه يا جماعه على فكره. في بيدج كده انا كنت بجيب منها، بس للاسف مش بيوصلوا دلوقتي. اسمها بتوع سمك، او بتاع سمك سوري. كانوا الاول بيوصلوا، دلوقتي ما بقوش يوصلوا. المهم كنت برضو بشوف البورسعيدية بيعملوا ريفيوهات على طقوسهم بقى في اكل الشبار او الخنيني، المزقلط. المزقلط يا جماعة ان هم بياكلوه مع شوية رز بالشعرية كده حلوين، البصل الاحمر بقى. فعايزه اقول لكم بقى ان انتوا تقعدوا تفصصوا في الكميه ديت. بصوا الطبق اللي تحت ايدي اللي هو الابيض ده فيه كميه بطارخ محترمه، وفيه شويه لحم كده من الشبار دوت. فقعدت طبعا افصص فيهم بقى ايه شويه حلوين. يعني اصلا السمك ده اكل مزاج، كأن انتوا جايبين بقى مش لب ابيض كمان، لان الابيض كده كبير في اكله، لا كأنه لب، اللي هو اللب اللي هو الاصفر ده اسمه يعني نسيت اسمه، صغنن كده. فبتقعدوا بتاكلوا، يعني حتى الكابوريا اسهل في اكلها والجمبري على فكرة. لكن الشبار ده محتاج بقى دماغ، محتاج مزاج. محتاج حد ايه. يعني انا مرة كنت بطلب السمك ده من هنا، فاكرة ان هو موجود، فلقيت بياع السمك بيقول لا ده لاصحاب المزاج العالية، الناس اللي هي دماغ بقى وعندها روقان كده، الناس اللي بتقعد بقى ايه تتسلى في الكابوريا، مش بتاكلها اكل شبع يعني. فعايزه اقول لكم بجد ان السمك ده بقى محتاج دماغ وروقان. انا قعدت افصص، بس انا وريتكم السمك ده برضو بيتفصص ازاي. شايفين بطنها عامله ازاي يا جماعه؟ بطنها غير ظهرها، بطنها كده عريضه عشان نعرف البطروخ من جسها كده بنلاقيها ايه، كبطن السمكه ناشفه شويه، فبنعرف ان البطروخ فيها حلو وسليم، وهيطلع معانا الفص بفصه. فالمهم ادي الفص بتاعه. انا مغرمه بالمزقلط يا جماعه.
حرفيا المزقلط ده فظيع فظيع، او الخنيني او الشبار الاخضر المبطرخ whatever، يعني ما يهمناش المصطلحات، الرك على الطعم. وبصوا بقى، هي ديت البطن اللي انا بقول لكم عليها، انتوا تجسوها بتلاقوها ناشفه، عشان برضو من باب ان احنا نبقى شاطرين. اهي البطن دي بتبقى عاليه كده شويه، وبتبقى ماسكه نفسها وناشفه. الظهر اهو اوطى من البطن كمساحة يعني او كعرض. فهي كده ايه، السمكية دي مبطرخة، والبطروخ بتاعها حلو وجميل. بصوا، انتوا ممكن في كف ايديكوا اصلا تحطوا بتاع 5 6 سمكات. الفيديو ده انا عايزه اقول فيه حاجات كتير قوي يا جماعه والله عن السمك ده، لان فعلا انا بعمله بحب وباكله بحب وباكله بمزاج، فعلا فعلا فعلا. من الاسماك اللي انا اصلا غاويه اسماك، بحب الاسماك. وعندي البولتي هو التوب، بحب البولتي وبحب امصمص كده في البولتي، مش لحم اكل. فاتمنى بقى تجربوه وتقولوا لي رايكم.